السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة ملاك. اليوم معنا لكم طريقة عمل الحليب الشاهي أو الحليب العدني بطريقة رائعة وسهلة وبسيطة. تابعوني إن شاء الله راح تعجبكم وتجربوها معنا. مرحبا بكم في قناة ملاك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. معنا اليوم لكم طريقة عمل الشاي الحليب العدني بطريقة سهلة ورائعة وبسيطة. تابعوني. في البراد بهذا الحجم، الحجم معانا في البراد بهذا الشكل، يعني حجم يعني صغير. شوفوا المقادير معاي حتى تعملوا وتكون معاكم تمام الطريقة. نضيف اولا الماء، ونترك مسافة قليلة للحليب، مساحة شوية لعلبة الحليب، يعني ما نعبي البراد، نترك مسافة عشان لما نحط الحليب. ونضيف ايضا على الماء كوباية سكر، كوباية السكر معايا بهذا الشكل. انتوا طبعا تعرفوا تحددوا مقدار السكر على حسب ما يعجبكم. اذا انتوا تبغوه حالي زيدوا كمية السكر شوية، اذا انتوا تبغوه يعني يكون السكر مش كثير تقدري انك تتحكمي بالسكر بنفسك. نضيف الان السكر عليه. الان اضيف 4 ملاعق شاهي. طبعا انا معي الملاعق الشاي بهذا الحجم 4، ويا حبذا اذا كانت 5 ملاعق شاهي، إن الشاي كل ما كان كثير كل ما كان الحليب مركز أكثر. فأنا أضيف 5 ملاعق بهذا المقدار، ملعقة صغيرة ب5 ملاعق. إذا تحبوا يكون 4 يتخفف شوية تحبوا تعملوه. الآن بعد أن أضفنا ال5 ملاعق الشاي في البراد، الآن نضيفه على النار. الآن تركناه على النار. طبعا النار تكون هنا معانا هادئة، ما يكونش النار عالية عشان يترسخ ويفور وينضج معانا ويكون لون الشاي نفس اللي نبغى نوصل له، نفس اللون. نلاحظ هنا معانا الشاي بداية غليانه. الآن نحاول أن نخفض النار بشكل أكثر حتى ما يخرج من البراد. خفضت معانا النار بشكل أكثر حتى ما يفور ويسبب لنا مشكلة. ونتركه الآن لمدة 10 دقائق على نار هادئة ونرجع لكم. الآن بعد ما مرت عليه 10 دقائق بنار هادئة، الآن أسكب الحليب. طبعا علبة الحليب بمقدار مقادير السكر والشاي والماء على مقدار البراد اللي عندك. أنا عملت هنا علبة صغيرة حليب. إذا كان طبعا معك الكمية كبيرة تعملي كمية أكثر، ضعف. في هذه المرحلة طبعا بعد ما سكبنا الحليب، الآن نتركه أيضا 5 دقائق يغلي معنا ويترسخ، ثم نغلق النار. الآن مرت عليه ال5 دقائق للحليب وفورانه وغليانه. الآن نغلق النار.
والآن أصبح حليبنا الشاهي جاهز. حليب رائع ولذيذ ويعدل المزاج على كيفك إن شاء الله. جربوا إن شاء الله راح يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله.